تفضل. شكرا معالي الرئيس. يعني لا شك أن هذه المشكلة تؤرق المجتمع البحريني، مشكلة انتشار سكن العزاب خاصة في الأحياء السكنية، وكثير من هذه المنازل يكون فيها السكن مختلط، الرجال والنساء، جنسيات مختلفة، يعني واعتقد يعني ما في نائب الا ويشتكي في منطقته من هذه المشكلة، الى درجة يعني يشتكون لنا الناس، يعني لما يقف منذ الصباح يطل من شباك منزله يشوف مناظر يعني تخدش الحياة ولا تليق يعني بالمجتمع البحريني. احنا نريد يعني احنا نشوف يعني معالي الرئيس يا الاخوه ان المشكله قاعد تزيد ما قاعد تنقص، كل يوم نشوف بيت في يعني غمضه عين يتحول الى سكن عزاب. طبعا بسبب الاغراء في دفع قيمه الايجار للمالك، وغالبا ان المالك هذه يعني بيت ملكه يشتري بيت ثاني ويؤجر هذا البيت لسكن عزاب، وفي بيوت فيها يعني بيوت صغيرة، يعني يمكن فيها 5 غرف، فيها 50، وفي بيوت فيها 100، وصل إلى 100 قاطن في هذه البيوت من الجنسين الذكر والأنثى. فإحنا يعني أنا حقيقة طبعا إحنا لما تثار المشكلة يقال إن ما في قانون ينظم هذه العملية، لكن أيضا إحنا نسمع أن في قرارات صدرت مجلس الوزراء، هل هذه القرارات مفعلة أم أن المسألة سايبة؟ فأنا أتمنى أن نسمع دائما مشكلتنا مع الرئيس في البحرين، إذا كانت مشكلة تتعلق بعدة وزارات يعني نضيع فيها حقيقة. كل ما نروح حق وزارة تقول لنا والله هذا الأمر ما يعنيني، يعني الوزارة الفلانية أو الهيئة الفلانية، فهذه مشكلة جدا. لكن أنا أعتبر أن هذه المشكلة هي من أسلحة الدمار الشامل. يعني قالوا في السابق أن أسلحة الدمار الشامل عن صدام، لا أنا أقول هذه هي، يعني وافتروا على ذلك، لكن أنا أقول هذه هي أسلحة الدمار الشامل للمجتمع البحريني. وشكرا.